اهلا بيكم في حلقه جديده من انتايب. انا عبد الرحمن عوض. في الحلقه دي هتكلم عن السيرفر كومبوننتس، بس يعني مش ان ديبث، لان انا بشتغلش رياكت ومش متابع رياكت اوي الصراحه، لكن عايز اتكلم عليها ككونسبت، وده الى حد ما يعتبر تكمله او مساحه ليا ان انا اعرف اقول افكار بتساءل عنها، يعني او حاجات انا عايز الفت النظر ليها مع في توبيك سيرفر كومبوننتس. وكنا اخدنا نقاش حلو في الموضوع ده في ايجيبت جي اس في انستا باج الشهر اللي فات، وكنا ناقشنا الحتة دي يعني، وكنا اتناقشنا في رياكت وسوليد و HTMX والمودلز، يعني والمودلز بتاعت ازاي نكروس الجاب بتاعت حاجة اسمها النتورك كازم، اللي هي كنا قلنا عليها فزقة النتورك يعني من الاخر الكوميونيكيشن بين الكلاينت والسيرفر يفولف بشكل عامل ازاي يعني. فرياكت سيرفر كومبوننتس واحدة من المودلز الجديدة والمقترحة، ومختلفة جدا عن حاجات كتيرة شفناها. فطبعا نظرا ان هي هتبقى نيتيفلي موجودة في رياكت، فالناس طبعا هي اكسايتد انها تستعملها لكن في نفس الوقت انا عايز الفت النظر لشوية حاجات عن الكونسبت ده قد يسبب يعني يخليك تفكر تاني في الموضوع ده دلوقتي. طيب ماشي. سيرفر كومبوننتس ايه الحكايه بتاعتهم؟ الحكايه ببساطه ان سيرفر هي كومبوننت بترجع لك من السيرفر، يعني انت بتعمل زي HTTP كول. HTTP كول ده مش بيرجع الداتا بقى، لا ده بيرجع لك كومبوننت ترندر في المكان بتاعها. فده بيحصل ازاي وتكنيكال ازاي؟ انا مش متاكد، مش عايز اهبط كتير في الحته دي. مش عايز اهبط خالص في الحته دي، لان زي ما انا قلت انا مش متابع قوي الامبلمنتيشن، لكن متابع الفكره نفسها. فانا هسكيب اي نقاش تكنيكال في النقطه دي، واتكلم عن يعني حوالين الفكره دي. يعني الحلقه دي هتكون بعد العيد، يعني في كل سنه برضو وانتوا طيبين قبل ما ابدا. وما رضيتش اعدي الاسبوع ده من غير ما اسجل حاجه، فدي اللي كانت في دماغي، حاجه حابب اتكلم عنها يعني. ماشي. نرجع تاني لموضوعنا. فاحنا بنرجع كومبوننت اوفر النتورك وانت بترندرها. ليه عاوز اعمل حاجه زي كده؟ وال ده بيحل كذا مشكله. المشكله الاولانيه ان انت دلوقتي يبقى عندك بترجع، بدل ما انت مستني الداتا انت مستني الكومبوننت، فانت الكومبوننت بترندر خلاص على طول. الداتا جت ازاي مش مهم، وفي نفس الوقت ما تعرفش. بعدين متهيألي انت كلنا فاكرين السلايد بتاعت السيكوال انجكشن سلايد بتاعت نيكست، لما كانوا عرضوا implementation الكونسبت ده كترويج للداتابيس سولوشن بتاعهم، ان هم بيقدروا يكتبوا سيكوال كويري على طول في الكومبوننت، بس الكومبوننت دي بترن على السيرفر بس. ماشي يعني، بعكس المودلز اللي فاتت. يعني انت هتقول إيه تفرق ايه عن سيرفر كومبوننت مثلا في فيو جي اس ونكس والحاجات دي؟ لا، السيرفر كومبوننت هي كومبوننت بترن على السيرفر بس. فده بيحطها في بوزيشن يونيك جدا ان هي تعمل كذا حاجه. اول حاجه هي ممكن تعملها ان هي تقدر تكلم سيرفيسز عاده انت ما تقدرش تكلمها كفرونت اند، زي مثلا الداتابيس. تقدر تكلم الداتابيس، تفتش الداتا وتحط الداتا في مكانها وخلاص. لكن في نفس الوقت الفرونت اند لما يرجع له كومبوننت دي اوفر النتورك، مش هيبقى مهتم قوي الداتا جت ازاي، صح؟ مش هيبقى اوير ان في داتابيس كول اتعمل، مش هيبقى عنده اكسس على الداتابيس. فده يعني اوريدي احنا عندنا كذا بنفيت هنا كده. اجد ده الارجيومنت اللي هو اللي بيتعمل للكومبوننتس دي. في امثله تانية انا شايفها عجبتني اكتر بدل مثال الداتابيس ده، لان ده بيدخلنا في سكه الفول ستاك، وان انا كده خلاص هبقى انا اللي بعمل الباك اند. مين اللي هيكتب باك اند هنا بقى؟ وحاجات زي كده. فعشان كده ما بحبش الاكزامبل زي دي، لانها بتبلر اللاينز ما بين انا هستفيد من الكومبوننتس دي ازاي كفرونت اند انجينير. يعني ايه الجين بتاعتي هنا؟ ان انا حطيت داتابيس كول في كومبوننت. يعني انت لو اشتغلت بالنوت جي اس ايكو سيستم انت هتعرف ان دي مش حاجه ظريفه قوي، مش زي بي اتش بي، مش زي ريلز، مش زي الحاجات التانية اللي هي عندها تولز ممكن نقول اكثر نضوجا فيما يتعلق بالداتا كويرنج على الاقل، يعني من الداتابيسز. فيعني سيب العيش لخبازه يعني. فالاكزامبل اللي كان عاجبني اكتر هو اكزامبل مثلا كان شفته على بلوج بتاعت جوش كاميو، مش عارف منطق اسمه صح ولا غلط.
هسيب لكم لينك للارتكل بتاعته في الكومنتات. هي ساعدتني جامد ان انا افهم الرياكت سيرفر كومبوننتس بما فيه كفايه ان انا اعرف اهبط عنها في الحلقه دي هنا يعني. فهو ادانا اكزامبل كويس جدا هنا ان هو عايز يتك ادفانتج من البرفورمانس امبليكيشنز بتاعت ان انا ارن كود على السيرفر. طيب زي ايه مثلا؟ فهو قال حاجه زي السنتكس هايلايتنج. هو دي بلوج بتاعته، فبيقول انا كواحد عنده بلوج انا ممكن استفيد من حاجه زي كده. بدل ما اخليك تحمل مثلا، هو بيستعمل بريزم، ودي لايبراري هايلايتنج كود سنيبتس مشهوره جدا بس عملاقه شويه، ضخمه شويه. فبيقول بدل ما اخليك تحملها عندك في الكلاينت سايد وخلي الكلاينت سايد هو اللي هايلايت الكود، ما انا ممكن هايلايت الكود على السيرفر وارجع انا الكود سنيبتس دي متهايلايت، معمول لها هايلايت جاهز، وفي نفس الوقت انت ما بتحملش اللايبرري وخلاص لانها بترن وانس. فمفيدة في الكيسز دي، لان انا عندي جافا سكريبت تقيلة شوية محتاجة ترن وانس عشان ليها علاقة برندر اوتبوت او حاجة زي كده. فدي يعني برايم اكزامبل كويس جدا للسنتكس هايلايتنج في حاجة زي كده. فانا بتفق معاه، شايف ان دي حاجة فعلا فيها ادفانتج قوية جدا 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 عن ان انا انتك ادفانتج ان انا رن كود على السيرفر. لان انت عادة ما تقدرش تعمل كده بجيسون، صح؟ يعني الكومبوننت انها تفتش الداتا بتاعتها مش كفايه هنا خالص، مش هتعمل حاجه. فاحنا ممكن نفكر فيها بطريقه تانية، ان الرياكت سيرفر كومبوننتس كانك، يعني وانا كده بقى الى حد ما ببوتشر الفكره خالص، بس انا كانك الى حد ما بتعمل انجكت ال HTML جاي لك من السيرفر. بدل ما السيرفر بيرجع لك جافا سكريبت، او بلاش جافا سكريبت، بدل ما يرجع لك جيسون داتا وانت بتاخد الداتا دي تديها للكومبوننتس ترندر، هو بيرجع لك HTML وانت بتنجكته في سلوت معين. فبالتالي انت ممكن بتسكيب كذا خطوه هنا، يعني انت بتسكيب جبنا الداتا منين، بتسكيب اي ران تايم كود ما كناش محتاجينه، فمثلا اي مابينج فانكشن، اي مش عارف ايه، كل الكلام ده ما عادش هيبقى انكلودد او لايبرري حتى مش هيبقى انكلودد في كلاينت سايد. فكل دي ميزات حلوه، صح؟ يعني ان ثيوري الحاجات دي جميله جدا. انا كده استفدت جامد من فكرة السيرفر كومبوننتس، كسبت performance، كسبت حاجات تانية. بس اللي انا بشوف ان يعني معظم الارتكلز ما بتقولوش ان انت ما ينفعش تستعمل حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن رياكت، فانت ما ينفعش تستعمل حاجات كتيرة في رياكت، زي ما ينفعش تستعمل effects، ما ينفعش تستعمل use state، ما ينفعش تستعمل تقريبا اي حاجة فيها use حاجة. كل اللي تقدر تعمله ان انت تعمل async component، والاسين كومبوننت دي تعمل شويه اويتس انها تفتش الداتا ومش عارف ايه، بعد كده تريترن جي اس اكس. هتقولي طيب دي مش مشكله كبيره قوي، صح؟ يعني انا ممكن اعرف افصل الكومبوننتس بتاعتي، وده المتوقع منك انك تفصل الكومبوننتس بتاعتك. الحته الدايناميك اللي هي محتاجه البروبس ومحتاجه الحاجات دي تبقى هي كلاينت كومبوننت، هي دلوقتي بقى اللي هي كومبوننت العاديه بتاعتنا، فهنرجع لنقطه التسميه دي بعدين. والحته اللي هي الستاتيك اللي هي فيها HTML بس، دي هتبقى هي السيرفر كومبوننت، بحيث ان انت ما تضطرش تستعمل فيها ولا ستيت ولا افكت ولا اي حاجه من الحاجات دي. طيب انت هتسال سؤال هنا ظريف. افرض مثلا لو انا عندي بوست كومبوننت، والبوست كومبوننت دي بتاخد اي دي، والاي دي ده مفروض انا عايز لما الارتكل تتغير افتش بوست تاني مثلا. هعمل حاجه زي كده ازاي ما دام انا ما عنديش يوز افكت عشان احط فيها الفيتش، عشان افتش الداتا لما الاي دي يتغير، صح؟ ما انت عاده بتعمل كده، بتحط الاي دي في ليست ديبندنسيز وبتحطه في ليست ديبندنسيز بتاعت يوز افكت، بحيث لما الاي دي يتغير هنريفيتش البوست ونسيت الستيت بتاعت البوست كونتنت، صح؟ دي السايكل اللي انت بتستعملها. بس مع سيرفر كومبوننتس الكود ابسط بكتير هنا. لان انت هتعمل async component مثلا اسمها async function post، بتاخد اي دي، وكل اللي هي بتعمله تكلم الداتابيس او كونتنت سيستم مانجمنت بتاعك، سواء بقى اي بي اي او مارك داون فايل او ايا كان، ترندره وترجعه جي اس اكس بس. مفيش ستيت، مفيش افكتس، مفيش اي حاجه من الحاجات دي. طيب لما الاي دي يتغير المفروض دي هترن امتى؟ دي بقى الحته اللي مش واضحه قوي. يمكن هترن امتى المفروض لما الاي دي يتغير؟ دلوقتي هنا بتيجي اول ايه عقبه في سيرفر كومبوننتس، ان لازم تستعملها مع بندلر بيسبورتها. يعني جي اس اكس معظم حياته كده ان انت لازم تستعمله مع بندلر كويس، سواء ويب باك او فيت دلوقتي او غيره،
فالبندلر لازم يكون بيسبورت السيرفر كومبوننتس، ده اول ريكويرمنت ممكن تخبط فيه. ممكن انت بتستعمل فيرجن قديمه مش بتسبورته، ممكن عندك مشكله بتخليكش تسبورت حاجه زي كده، لان عشان البندلر هو اللي بيخش يخلي الموضوع ده بيميك سنس. لان دلوقتي عندك كومبوننتس اسمها اوثر، البندلر المفروض بيعمل ايه؟ والله هو بيحولها يعني لما يشوف سيرفر كومبوننت بيحولها لحاجتين، فبيحولها ان انت عندك، فبيحولها ممكن نقول ان هم بير من ريكوست وريسبونس سايكلز. يعني لما الاي دي يتغير هنهت الاند بوينت بتاعت الكومبوننت دي، يعني الكومبوننت دي كانها بتتحول لاند بوينت، كانها ماشي مش بالظبط بس كانها بتتحول لاند بوينت، والاند بوينت دي بيتعمل لها ريكوست بالبروبس المفروض هتتغير او اتغيرت، والريسبونس لما يجي هو بيابديت بقى ايه مكان الكومبوننت دي. ماشي، فالحوار ده كله بيتحول ل request/response بير او سايكل زي ما انت عايز تسميهم. يعني الدوكيومنتيشن بتاعك بيقول عليهم ان هم request/response mental models اسهل، وانا اتفق ان المنتال موديل ده اسهل بكتير، ما فيش افكتس ما فيش ستيت، الكومبوننت بتعمل بالظبط اللي انا عايزه. فالفيتشنج كومبوننتس هنا مفيده في حاجات زي كده. بس تعالوا بقى لصخرة الواقع اللي احنا في شغلنا اليومي. كم مرة انت بترندر كومبوننت حرفيا ما فيهاش ستيت او ما فيهاش افكت او ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي؟ انت بتبيلد ايه بالظبط؟ لو انت بتبيلد بلوج او كراد او مش عارف ايه، فانا شايف ان انت هتستفيد جامد من السيرفر كومبوننتس. لكن لو انت بتبيلد ابلكيشن ساس كبير محترم مثلا زي عندنا في رسائل، مش عشان شغال هناك بسوق يعني، بس انا رسائل حرفيا مفيش ستاتيك كومبوننتس خالص، كلها بلا استثناء يمكن فيها ستيت، يمكن باستثناء شويه كومبوننتس. انا عندي يمكن فوق ال1000 كومبوننت دلوقتي، مش عارف ما عدتهمش بقالي فتره، لكن الكومبوننتس دي كلها فيها ستيت، فيها واتشرز، فيها حاجات، لان الاب از فيري دايناميك. فانا حتى لو هو مكتوب بفيو طبعا، بس لو انا اكتبه برياكت، السيرفر كومبوننتس ملهاش مكان هنا خالص، بالعكس ده هتضايقني اكتر ما هتفيدني، خاصة ان احنا عندنا اي بي اي والاي بي اي ده شغال ريلز. فانا ليه احتاج احط حمل على سيرفر؟ ليه اصعب الحاجات دي؟ ليه هصعب شغلتي كفرونت اند انجينير؟ فدي اول يمكن مشكله هتواجهك، ان انت محتاج بندلر يقدر يفهم فين السيرفر كومبوننت وفين الكلاينت كومبوننت. طب هو عاده بتفرق في ايه دلوقتي يعني؟ او ازاي المفروض اي بندلر يايدنتيفاي الموضوع ده؟ فدلوقتي بقى في دايركتيف انت بتحطه في اول الكومبوننت. جافا سكريبت دايركتيف مش حاجه جديده، كان عندنا حاجه اسمها يوز ستريكت من زمان. دلوقتي عندنا حاجه اسمها يوز كلاينت، ده مش ستاندرد جافا سكريبت دايركتيف، ده رياكت دايركتيف، يعني حاجه خاصه بس بالرياكت اسمها يوز كلاينت. دي زي سترينج حرفيا فوق ستيتمنت سترينج، انت لما تشوفها تحس شكلها غريب، بس هي دايركتيفز دي حاجه مش يعني مش بدعه، لا موجوده من زمان. وعندنا تقريبا دايركتيف واحد بس يوز كلاينت، فهو ده الدايركتيف الرياكت عايز يستعمله. فده معناه ان الكومبوننتس هي سيرفر كومبوننت باي الفايلز بتاعت الكومبوننتس هي سيرفر كومبوننت باي ديفولت. فدلوقتي انت عندك مشكله اولا في الاورجنايزيشن، ان انت دلوقتي لو بتحط كذا كومبوننت في نفس الفايل لازم تبقى حذر هنا شويه، لان انت لما الدايركتيفز بتمارك الفايل كله. يعني انت لما تقول يوز كلاينت فانت بتمارك الفايل كله ان هو كلاينت فايل، فكل الكومبوننتس اللي فيها هتبقى كلاينت كومبوننتس. وانا شايف ان دي تسميه غلط، لان يعني احنا قلنا هنرجع لنقطه التسميه دي معصباني شويه، لان يوز كلاينت او كلاينت كومبوننت ككلمه بتخليك تفتكر ان دي بترن في كلاينت سايد بس ده غلط. افتكر ان احنا لسه عندنا اس اس ار، صح؟ فده معناه ان الكلاينت كومبوننتس ممكن ترن في الكلاينت سايد وممكن ترن في السيرفر سايد عشان تعمل الاس اس ار بتاعك، صح؟ امال احنا عايشين من غير رياكت سيرفر كومبوننتس لغايه دلوقتي ازاي؟ بالاس اس ار. عندنا اس اس ار كومبوننتس بتعمل ريندرنج عشان الاي سي او، الكلام ده وكل ده اتكلمت فيه في حلقه الاي سي او. فالاس اس ار كتكنيك بترندر كلاينت كومبوننتس على السيرفر، الموضوع مش غريب يعني. لكن الكومبوننتس اللي هي بتاعت السيرفر كومبوننتس مش محتاجه دايركتيف، فخلي بالك ان دي خطيره شويه. انا شايف ان دي يعني انا لو بديزاين الاي بي اي ده اقول ان دي مشكله كبيره، دي غلطه. ليه؟ لان السيرفر كومبوننتس هي السبيشال كيس مش العكس، صح؟ فالسبيشال كيس هي اللي محتاجه الاوبت ان، هي محتاجه ان انت تقول دي كذا. فانا مش فاهم ليه هم عملوها كده،
متهيألي بسبب ان في كونفليكت كبير جدا مع الاي بي اي القديم بتاع النكست، ان هو كان عنده يوز سيرفر عشان تقول ان الكومبوننت دي بترن على السيرفر او حاجه شبه كده يعني. فهم لو عملوا يوز سيرفر فدلوقتي بقى معناها مختلف، هتخلي ابلكيشنز كتيره مش كومباتبل، فهتبقى مشكله. فعملوها على العكس، يوز كلاينت. بس انا شايف ان ده مش سبب كويس، لان انا محتاج اوبت ان هي تبقى سيرفر كومبوننتس، مش اوبت ان هي تبقى كلاينت كومبوننت. انا شايف العكس هنا غلط. ممكن ابقى غلطان، صلحوا لي برضو في الكومنتس او شاركني وجهة نظرك. لكن انا شايف ان يوز سيرفر يوز كلاينت بتمبلاي ان المعظم هيبقى سيرفر كومبوننتس، بس ده غلط. ده العكس، شويه هيبقوا سيرفر كومبوننتس، خاصه الادوبشن بتاعه لسه هيبدا، خاصه لسه التولينج مش كويس حواليه. لان انا قلت لك ان انت ما ينفعش تستعمل يوز افكت، صح؟ ما ينفعش تستعمل يوز ستيت، ما ينفعش تستعمل يوز اي بطيخ من الحاجات دي. ما ينفعش يبقى عندك هاندلرز مثلا يعني يعني بطبيعه الحال، لان الفانكشنز ما ينفعش تعملها سيرياليزيشن، ده اولا بشكل سيف يعني. ينفع نظريا ينفع، بس بشكل سيف لا، صعب شويه. وفي نفس الوقت ما عندكش ستيت، ما عندكش الحاجات دي كلها. طيب فده بيحطك في مشكله تانية. ما ينفعش تستعمل لايبراري في الكومبوننتس دي بتستعمل الحاجات دي، او يو اي لايبراري او ايا كان. لازم اليو اي لايبراري او كل دول يكونوا بيسبورتوا سيرفر كومبوننتس هم كمان. ليه؟ لان لو هم مش بيسبورتوا سيرفر كومبوننتس وانت استعملتهم في كومبوننت سيرفر كومبوننت هي كراش، لان سيمبل الحاجات دي مش موجوده فيه، ما ينفعش تستعملها فيه. ف فدي مشكله. فده معناه ان انت عندك كومبوننت ما فيهاش لايبراري. انا هعمم هنا وممكن التعميم غلط، بس هعمم واقول لك ان انت ما ينفعش تستعمل اكسترنال لايبراري، لان انت ما بتشوفش ايه اللي جوه اللايبراري، صح؟ انت ما بتشوفش ايه اللي جواها، ما بتشوفش هي بتستعمل ايه ما بتستعملش ايه. انت عمرك ما كان عندك المشكله دي اصلا، ان انت تقعد انا لازم اهتم بايه اللي جوه اللايبراري عشان اعرف هي شغاله ولا لا. لكن المشكله دي دلوقتي ظهرت عندك، حاجه جديده هي ظهرت لاول مره، عمرك ما كنت محتاجها، بس دلوقتي انت لحد ما بقيت محتاج تقلق ليها. ودي مش حاجه جديده برضو يعني. انت لو بتستعمل اس اس ار وبتستعمل لايبراري، انت لازم تاخد بالك ان اللايبراري دي ما تحاولش تكول كلاينت سايد اي بي اي زي ويندو دوكيمنت، وهي احتمال بتكون بترندر على السيرفر والحاجات دي ما تكونش موجوده. ده بيحصل كتير في فيو، ولايبراريز كتير في فيو بتسبورت الاس اس ار بانها سيمبلي بتتشيك اذا كان ايه الانفايرمنت الحاليه، هل هي سيرفر ولا هي كلاينت، وبتظبط الكولز او ما بتعملهاش على حسب احتياج كل لايبراري يعني. فبرغم ان دي سلبيه جديده، الا ان هي سلبيه مش جديده، موجوده من ايام ما الاس اس ار دخل على حياتنا يعني. بس الجديد فيها دلوقتي ان انت سيمبلي ما عدتش بتحاول تضمن اللايبرري تكون ما بتستعملش الدوم اي بي اي او ايا كان كلاينت سايد اي بي اي. انت كمان دلوقتي بتحاول ان هي كمان ما بتستعملش رياكت اي بي اي زي يوز ستيت ويوز افكت والحاجات دي كلها. الموضوع ده صادم بالنسبه لي شويه، لان ده ليميتيشن قوي. انت دلوقتي بتقول ان انا عندي كومبوننت ما فيهاش ستيت وما ينفعش يبقى جواها حاجه بتستعمل ستيت. فده بسبب ان السيرفر كومبوننتس كل التشيلدرن بتوعها لازم يكونوا سيرفر كومبوننتس. كلاينت كومبوننت عادي ممكن تميكس ما بينهم بقى، ممكن يبقى جواها شويه سيرفر وشويه كلاينت. لكن اول ما البيرنت بيبقى سيرفر كومبوننتس ما ينفعش تحتيه يبقى سيرفر، يبقى تحتيه كلاينت كومبوننتس تانيين. انا مش عاجباني الحته دي. انا شايف ان ده يعني انت بتضحي بحاجات كتير قوي عشان تعمل كومبوننت زي كده، وبتجين قليل شويه. يعني الكيسز بتاعت الكود هايلايتر او حاجات انت محتاجها ترن في السيرفر دي ماشي، دي كيسز كويسه، بس مش كيسز كتيره يعني. انت هتعمل بلوج قشطه اعمل بلوج، لكن هتعمل بلوج كم مره، صح؟ لما تيجي تخش بقى في الابلكيشنز الكبيره وتعمل ساس ابلكيشن او تبقى شغال في برودكت كومباني وبتعمل حاجات لحد ما very dynamic in nature، ساعتها السويتش بتاع البارادايم ده صعب. السيرفر كومبوننتس انا لقيتها سهله لما جربتها وجربت استعملها بنفسي، كانت سهله. طبعا ديمو صغيره، ده مش في شغل حقيقي، فهي سهله ككونسبت. لكن كبارادايم ان انا بيلد ابلكيشن كله يتيك ادفانتج منها، ده اللي انا لقيته صعب، ده اللي لقيته صعب جدا يعني. ولقيت الافكار دي شيرد في كذا حته فعلا. الناس بتقول لا صعب انك تسويتش الموديل ده، زي مثلا ما صعب ان انت تسويتش للسسبنس، لانها بتقلب الموديل بتاع الاسync dependencies المفروض انت تتعامل معاها ازاي. فلنفس السبب سسبنس لوحدها كاي بي اي، سواء انا بتكلم عليه من وجهه نظر فيو، بس في رياكت اعتقد نفس القصه سهل جدا. وانا كنت عملت بول صغير في الايجيبت جي اس، كنت سالت كم واحد بيستعمل سسبنس ويمكن 3 رفعوا ايديهم.
طب ما دي بقى لها اي بي اي بقى له سنين شغال وستيبل وكل حاجه، ليه 3 بس بيستعملوه ومعظم الناس ممكن بتستعمل رياكت؟ عشانه بيقلب البارادايم جامد، بيغير انت لازم تبيلد ابلكيشن عشان يتيك ادفانتج اوف سسبنس اي بي اي. فانا شايف دي غلط، بدل ما هو حاجه بتنهانس الاكزيستنج ورك فلو بتاعك. ده اللي انا شايفه بيبقى فيه تعارض، حته ان انا سويتش بارادايم بدل من ان انا انهانس حاجه انا بعملها 100 مره. ده للاسف ده دايما فيه زي ايه هيبقى فيه تريد اوفس مش حلوه، وفي نفس الوقت بيقلل الادوبشن ريت بشكل كبير جدا يعني. وممكن من الواضح ان انا بدات يبان ان انا جاي اسف على السيرفر كومبوننتس ككونسبت عشان مش موجود عندي في فيو، بس انا ما بتكلمش من المنطلق ده، انا بتكلم من المنطلق لو كانت عندي في فيو بنفس الليميتيشنز دي عاوز استعملها ولا لا. فانا بقول لك انا اوريدي في حياتي اليوميه مش هينفع استعملها، مش مفيده بالنسبه لي. الجينز قليله قوي، ف دي مش حاجه حلوه. وفي بقى اسباب تانية شفتها، ممكن ثيو، لو انتوا عارفينه ثيو بتاع الفيديوهات الفايرال على اليوتيوب بتاعت اي دراما هتلاقيه طالع فيها. فكان هو اتكلم عن حاجات زي ان السيرفر كومبوننتس دي هي بتصلح حاجات زي الجراف كيو ال مثلا. فانا ما فهمتش الارجيومنت قوي، بس لما بصيت لقيته بيقول عشان الجراف كيو ال يعتبر فيه سكيورتي كونسيرن، والسكيورتي كونسيرن نفرض لو انت عندك فيلد والفيلد ده انت اكسبوزته، بس انت مش عايز تكسبوزه ليوزر معين. اوكي، ف حوار ان انت تعمل ده على الاي بي اي يعتبر كبرفورمانس مكلف، لان انت محتاج تعمل ساعتها حته الفيلد اوثنتيكيشن، اذا كان اليوزر ده يقدر يشوف فيلد ده ولا لا، محتاج تعمله على الاي بي اي ليفل على كل فيلد ليفل، تمام، لانك بتبيلد سيستم. لكن في السيرفر كومبوننتس انت ممكن انت مش هتحتاجه اصلا، انك بترجع كومبوننت، صح؟ انت بترجع ريندرد اوتبوت، فلو اليوزر ما يقدرش يشوفه هو مش هيشوفه، خلاص القصه انتهت يعني. وفي نفس الوقت مش هيبان اصلا انت عملت ريكوست من نوع ايه اصلا، فبالتالي ممكن تاخد شورت كاتس كتيره في الموضوع ده. بس انا شايف ده غلط، ده بيدل على عدم فهم بالجراف كي ال، وعدم محاوله ان انت تبقى خبير بالجراف كي ال. ايه البديل هنا بقى؟ هتقول في الريست الموضوع سهل، ان انا باوثنتيكيت على ليفل الاند بوينت، فاليوزر يقدر يشوف الاند بوينت فيقدر يشوف الداتا. بس احنا جراف كيل ميزته ان احنا بنخلي الحاجات اللي شبه بعض ريدندنت. يعني دلوقتي انا مش هعمل 2 اند بوينت، واحده فيها الفيلد ده وواحده ما فيهوش الفيلد ده، على حسب اليوزر ده الاوثنتيكيشن ليفل بتاعه ايه، او الاوثرايزيشن ليفل بتاعه ايه، او ايه الرول بتاعه، او ايه الكلام ده. فساعتها انت هتضطر بتبيلد في جراف كيل بيقولوا عليها common denominator، فانت بتبيلد للاكبر. يعني لو انت الفيلد ده محتاجه هنا بس مش محتاجه في حتت كثيره تانية، انت محتاج تحطه في كل كيسز، لان الكلاينت سايد هو بيحدد هو عايز الفيلد ده ولا لا. بس الارجيومنت ده لو انت بتستعمله، فده من وجهه نظري بيدل على قله فهم بجراف كيل، قله فهم بالايكو سيستم بتاع جراف كيل، وقله خبره بالجراف كيل كمان. لان في حاجه اسمها دايركتيفز في جراف كيل، سواء سكيما دايركتيفز او كلاينت دايركتيفز، ودول بيخليكوا تقدر تعمل الحاجات دي الى حد ما ليزلي. فالسيرفر كسكيما ممكن يقول ان الدايركتيف ده ان الفيلد ده بيأوثنتيكيت جنس اليوزر كده. فمثلا انا عملت القصه دي كذا مره قبل كده، عملت دايركتيف اسمه سنسور، فالفيلد ده سنسورد، وايه المينيمم بيرميشن بتاعه، الرول مثلا لو هي هيراركال رولز، فالاقل رول يقدر يشوفه هو كذا مثلا، او لو هو عنده البرميشن ده فساعتها سنسور ويكون بس اللي عنده البرميشن ده هو اللي يقدر يشوف الفيلد. فالكود ده هيرن ليزلي للفيلد ده بس، مش هيرن لكل فيلد زي ما الناس يعني متوقعه يعني. واللي بيبيلد سكيما هو اللي بيحددها، فاللي هو الباك اند، فبالتالي كل حاجه هتشتغل كويس. انا مش متخيل او مش فاهم الارجيومنت ده خالص يعني، فعشان كده مش هكمل فيه. انا شايف ان هو حته الجراف كيل والنقد على الجراف كيل معظم الوقت انا بشوفه الى حد ما غير سليم. بس خلي ده ممكن عشاني متحيز ليه شويه، بس خلي ده الحلقه ثانيه يعني. موفينج اون للايشوز اللي ممكن ايشوز تانية انا بتخيل يعني فكرت فيها وظهرت لي فعلا في الاسبوع اللي فات. كان في تويت عملها ايفان يو بتاع فيو، برضه مش عشانه بتاع فيو ما فيهوش سيرفر كومبوننتس فاحنا كلنا بنسفها على رياكت سيرفر كومبوننتس. لا، هو الى حد ما هو التويته دي هي اللي خلتني اعمل الحلقه دي، لان هي فيها ارجيومنت قوي جدا 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 للمشاكل بتاعه السيرفر كومبوننتس. ففي حاجه اسمها الفيرجن سكيو،
يعني ايه فيرجن سكيو؟ سكيو اللي هي مش الاس كيو، لا سكيو اللي هي اس كي اي دبليو، اللي هي انحراف. ماشي، مش الانحراف بمعنى انحراف، بس انحراف يعني يعني عدم توافق ما بين الكلاينت والسيرفر، ده المعنى. طيب يعني ايه برضو؟ والله هو ادى كلمه الحاجه انا اتكلمت عنها في الحلقه بتاعه الفيرجننج، الاب فيرجننج. فاكرين لما قلت لكم ان احنا دلوقتي عندي فرونت اند قديم بيتكلم باك اند جديد، او العكس، فرونت اند جديد بيكلم باك اند قديم. المشكله هنا هتتفاقم اكبر، لان هي دلوقتي احنا ما عدناش بنجيب داتا وخلاص، صح؟ يعني لو الداتا معظم الوقت تعتبر هياها كجيسون، فخلاص ما فيش مشاكل، يعني كده كومباتبل. لكن هنا احنا دخلنا كومبوننتس في الموضوع. افتكر ده، احنا بنرجع كومبوننت من الباك اند، ففي مصيبه هنا شويه ان لو الاثنين اوت اوف سينك ممكن مصايب تحصل. اولا ممكن تبقى البروبس مختلفه، فبالتالي هيبقى عندك مشكله في الريندر. تاني حاجه ممكن تحصل ان الكومبوننت انت غيرتها مثلا وعملت ديبلوي، خليتها مثلا غيرت لون التكست، غيرت حاجه، لكن لسه الديبلويمنت ما وصلش لكل الكلاينتس او لكل السيرفرز. فبالتالي الفرونت اند الجديد او القديم لو هو بيعمل، لو الفرونت اند يعني هيجي لك مشكله ان الاثنين يبقوا اوت اوف سينك. ودي اللي اتكلمت عليها ازاي بنحلها في رسائل، ك يعني كرسائل ده اس بي اي دلوقتي حتى مش اس اس ار، واتكلمت ازاي الموضوع ده بيتحل بسهوله لحد ما كاس بي اي. وفي نفس الوقت دي كانت افكار برضو ايفانيو، ان الاس بي اي اسهل بكتير في نوع المشاكل بتاعت الفيرجن سكيو دي، ان هو أو موضوع بسيط جدا. فرونت اند بيمنتين الفيرجن بتاعته عن طريق الفايلز بتاعته، والباك اند عن طريق بقى اي فيرجننج سكيم، خلاص الموضوع سهل. لكن سيرفر كومبوننتس انت دلوقتي البندلر لازم يهندل حوار الفيرجننج ده، تمام؟ فما ينفعش يديك اند بوينت والاند بوينت تبقى هي ما ينفعش يبقى الاند بوينت بتاعت الكومبوننت مثلا سلاش بوست، ما عادش ينفع، او سلاش كومبوننت سلاش بوست، ايا كان اللي هو الاند بوينت الراندوم اللي هو بيجنريتها للكومبوننت دي. ما ينفعش يعمل كده. ليه ما ينفعش يعمل كده؟ عشان لو ان عملت ديبلويمنت جديد، غيرت اي حاجه وعملت ديبلويمنت جديد، هتبقى نفس الاند بوينت، ولو هي نفس الاند بوينت فهيبقى عندك كيس ان عقبال ما الديبلويمنت يطلع كل الناس اللي كانت فرونت اند دلوقتي اللي كانت فاتحه الابلكيشن بقت اوت ديتد، فمعناها ان هي لما تفتش الكومبوننت هيجي لها كومبوننت غير اللي كان هيجي لها لو انت ما عملتش ديبلوي. فده غلط. ليه؟ احنا هنا بنتكلم على تكست كلر، فانت هتقول لي لا، ما هو كده هيجي لهم كلر الجديد مظبوط فانا عايز ده. ماشي، انت ممكن تكون عايز ده، لكن في كيسز انت مش هتبقى عايز ده. زي في بوتون هنا المفروض ما يبقاش هنا، في اليمنتس جديده ظهرت، في كومبوننتس جديده بقت موجوده، في اي بي اي مختلف زي انها بقت بتاخد بروبس تانية خالص. قبل كده انا كنت بهتم ان الفايلز كلها نفس الريليس، دلوقتي انت لازم تاخد بالك ان السيرفر كومبوننتس تبقى هي كمان وسط نفس الريليس، ما تبقاش يعني ما يبقوش من مالتيبل ريليسز بيكلموا من بعض، لان ده هيعمل مصايب. ده حرفيا في اي ابلكيشن كبير او متوسط لكبير، دي مصايب هتحصل هنا يعني. لانها اوريدي مصايب بتحصل في الاس بي اي. احنا اخترعنا الكاشنج ليه؟ احنا ليه عملنا الهاش في اخر كل فايل؟ ليه احنا ليه عملنا كل الافلام دي كلها؟ عشان الحاجات دي، عشان المشاكل من النوع ده، عشان ان انا واحد الكاشنج، انا مش عايز الفايل يبقى كاشت، انا عايز اكاش الفايل، وفي نفس الوقت مش عايزه لما انا اغيره يفضل الفايل قديم، لا انا عايزه يجيب كاش جديد مظبوطه والكلام ده. فانا الفايلز هتعرف منين او البراوزر هيعرف منين؟ من اسم الفايل. فعشان كده بنستعمل بندلرز اصلا. فدلوقتي احنا ضفنا حاجه كمان جديده هنا هتعمل لها مشكله. قبل كده الاند بوينتس دايما بتبقى واحده، صح؟ الاي بي اي ما بيتغيرش. دلوقتي الاي بي اي لازم يماتش الريليس، فدي مشكله شويه، مشكله انا شايفها كبيره مش صغيره. وهي ليها حل، هي مش ملهاش حل. اوريدي في بلاتفورمز بتحلها لك زي نيكست مثلا كفريم ورك، هو بيحلها لك، لكن مش متاكد لازم تكون انت هوستد على فيرسل ولا لا. دي الحته اللي انا مش متاكد منها. نيكست بيحلها في حاجه اسمها انتي سكيو بروتكشن، انت بتنبلها ومفروض بتشتغل يعني الى حد ما مع السيرفر كومبوننتس. فده اوريدي من مشاكل مش عجباني يعني في النكست وورلد، ان تحس ان هو فيندور لوكد ان دلوقتي. يعني عشان استعمل سيرفر كومبوننتس افكتفلي محتاج احل مشكله، ودي يمكن اكبر مشكله فيهم يعني. لازم احل مشكله السكيو بروتكشن، لازم يبقى عندي سكيو بروتكشن، ومش هيبقى عندي سكيو بروتكشن الا وانا على فيرسل. بس لو انا سيلف هوستد او على امازون او عامل حاجات بقى بنفسي او عندي تيم ديفوبس هم اللي بيعملوا الحاجات دي، جود لك. السولوشن مش سهل خالص. وفي نفس الوقت السكيو بروتكشن اللي هم عاملينها اللي هي البيلت ان في نيكست بقى ذات نفسه، بتخلي اليوزر بس يرفرش البيج،
ده مش حل. انا اتكلمت عن الكلام ده في الاب فيرجننج، حاله الاب فيرجننج باستفاضه، يعني ان احنا في الرسائل بنحاول على قدر الامكان ان انا ما انتربتش اليوزر بيعمل ايه. انا مش عايزه يرفرش لو هو مش محتاج يرفرش، انا عايزه يرفرش في حاله واحده بس، ان حرفيا الاي بي اي بتاعنا بقى اتعمل فيه بريكنج تشينج، خلاص لازم الناس كلها ترفرش. فساعتها عملنا كذا سولوشن للقصه دي يعني. وفي نفس الوقت عملنا سولوشن لحته ان في ابديت صغنن، في بج مهم تصلح، في حاجات زي كده، كل ده نقدر نكوميونيكيته للناس اللي بتستعمل الرسائل او الابلكيشن بتاعنا. لكن ان انا اقول له عند كل ابديت اقول له لا استنى يا باشا هنرفرش، لا دي مشكله كبيره جدا، دي مشكله كبيره قوي يعني، دي مش يو اكس كويسه خالص يعني. فالمذهل يعني ان انا عايز اتكلم في الحلقه دي من زمان، لكن المشكله دي الناس بدات تتكلم عليها دلوقتي بعد ما الحاجه دي كانت شغاله وطالعه وكل حاجه. فانا مش فاهم ليه المشاكل دي اخدت وقت قد كده عشان تطلع. انا تحسها ان هي بديهيات يعني، دي طول عمرها مشكله وطول عمرها موجوده يعني. فيرجننج الاس بي اي اسهل بكتير، لان انا بفيرجن ستاتيك فايلز وخلاص، اسهل بكتير ان انا افيرجن سيرفر بحاله. تمام. فاحنا دلوقتي هنا مش بنتكلم انت عندك اند بوينتس مختلفه، لا انت عندك باك اند ديبلويمنت مختلفه. تمام. فدلوقتي هتمنتين كذا باك اند ريليس في نفس الوقت، فده معناه ان عندك مالتيبل باك اند سيرفرز راننج عشان في كلاينت سايد لسه قديم ما اتعملوش ابديت. فطبعا ده مش حل. انت يعني السيرفر سكيلينج ما بيحصلش بالطريقه دي. انت السيرفر عاده، وبعض بتوع الباك اند صلحوا لي، ان انت لو بتغير حاجه في الباك اند فانت بتفيرجن على مستوى الاند بوينت، بتفيرجن على مستوى لو هو جراف كيو ال الفيلد او التايب او حتى الاند بوينت لو انت عندك جراف كيو ال يبقى جديد خالص. فانت بتفيرجن على مستوى الاند بوينت، لكن كود السيرفر يعتبر الى حد ما هو اجدد حاجه موجوده على طول. صح. انت ما لان انت بترول اوت كريليس، فهو عندك شويه ماشينز قديمه بس عقبال ما الجديده تنزل وترابلس كل القديم يبقى عندك الجديد زي ما هو. فبشويه اي بي اي ستيبل وباكورد كومباتبل ويبقى عندي اس بي اي او حتى اس اس ار ابلكيشن بيتعامل مع الاي بي اي ده، خلاص انا عندي كده سيت اب شغاله كويس والى حد ما سيف ان هي تتعامل مع اي تشينجز مع الباك اند. لكن ومع الاس بي اي هي اسهل كمان بكتير من الاس اس ار لان هي ستاتيك فايلز. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا ما الغيش الفايلز دي، اعمل سي دي ان صغيره اس اس 3 باكت حرفيا على امازون، اي ديبلويمنت سيب الفايلز بتاعتها هناك وخلاص الموضوع اتحل، ما تلغيش الفايلز يعني. لكن مع سيرفر كومبوننتس الموضوع اصعب بكتير الموضوع اصعب بكتير فعلا يعني. ودي مش ناس قليله الوقت في المشكله دي، لا دي في ناس، دي ناس مشهوره. هسيب لكم اللينك يعني في الشو نوتس التويته دي تحديدا يعني، لان انا هي واحد ادتني اسم المشكله اصلا، الميس فيرجننج ميس ماتش ده طلع اسمه سكيو. تمام. فحلو الحوار ده، بقى عندي كلمه جديده اقدر استعملها وتبين ان انا فاهم انا بتكلم عن ايه. وفي نفس الوقت بيقول الاس بي اي مش هو لسه برضه تعتبر ابسط في الاستخدام من كل الاختراعات اللي احنا قاعدين نعملها لو هي بتميك سنس الابلكيشن بتاعك. انا اجين في رسائل احنا ما عندناش اس اس ار اصلا في رسائل في الاب، لكن صفحه اللاندنج او صفحه الماركتنج والكلام ده كل ده طبعا معمول باس اس ار عشان الاس اي او. لكن الابلكيشن ذات نفسه اس بي اي. ليه؟ انا مش محتاج يعني الابلكيشن اصلا محتاج لوجن، فبالتالي ما فيش اس اي او هنا خالص. الاس اي او خلاص يعني طلع من الاوضه من زمان يعني. وفي نفس الوقت خلاص ليه انا اصعب الفرونت اند؟ ليه انا محتاج سيرفر الفرونت اند دلوقتي ومحتاج سكيل سيرفر الفرونت اند، وسيرفر الفرونت اند ده محتاج يماتش الكلاينت سايد فيرجن بتاعت الفرونت اند، كل الكلام ده كله ليه انا ادخل نفسي في السكه دي كلها لو الموضوع يتحل بشكل بسيط؟ وده يقول لك ان استعمال التكنولوجيز ما يبقاش اللي هو رياكت سيرفر كومبوننتس يلا بينا، اس اس ار يلا بينا. انت لازم تفكر فعلا يعني. اس اس ار ده بقاله فتره كتير شغال يعني، بس لسه لغايه دلوقتي لازم تفكر فيه اذا كان بيميك سنس ليك ولا لا، لانه بيزود الكوست الموضوع ببساطه. فلما السيرفر يخش في الموضوع بالذات مع الفرونت اند انت بتدخل معاه مشاكل السيرفر، ودي حاجه قلناها في ايجيبت جي اس. انت بتنهرت مشاكل الباك اند، مشاكل السيرفر كلها. السكيلينج بتنهرته، السكيورتي انت بتنهرتها، مش عارف البرفورمانس على السيرفر سايد انت بتنهرته. فكل الكلام ده انت خلاص انت شايلت نفسك الشيله دي يعني، فلو لازم تكون قدها. طيب انا قاعد فتره طويله اهو اسف على رياكت سيرفر كومبوننتس، بس يعني هتلاقوا كومنتات انترستنج يعني. الموضوع ده ملوش حل كويس. مشكله الاس كيو دي
بروتكشن دي يعني من غير ما يبقى عندك بروتكشن. يعني البروتكشن هنا انه يرفرش الابلكيشن، ده مش بروتكشن يا جماعه، ده يعني ده مش حل. الموضوع اصلا محلول في الاس اس ار وورلد. يعني كل الفريم وركس بتستعمل حاجات ابسط في الاس اس ار وورلد وشغاله، مش محتاجه رياكت سيرفر كومبوننتس قوي يعني كموديل يعني. فبس دي افكاري عن الرياكت سيرفر كومبوننتس. تعالوا هنا لشويه ثيوريز او فتيات بقى في الاخر كده عشان نقفل الحلقه. انا والحاجات دي قلتها برضو في ايجيبت جي اس. كنا بنتناقش مع حبيبه وعمرو دراز وحمدان من انستابج، وكنا اتكلمنا في حاجات، بعض من الحاجات دي يعني. فحاجه بتيجي في دماغي هنا يعني، ان ليه السيرفر كومبوننتس ما ينفعش تستعمل ستيتس او افكتس او الكلام ده؟ ليه ما ينفعش؟ فده هيجيبنا المشكله صغيره كده، هي مشكله في الاس اس ار، وهي الهايدريشن. عشان هما مش عايزينها تعمل هايدريشن، لان لو هي بتعمل هايدريشن يبقى واتس ذا بوينت، صح؟ خلاص بقى انت كده عملت lazy server component او lazy SSR component، ده اللي انت عملته. لكن انت ما عملتش server component بمعناها دلوقتي يعني. وانا شايف ان دي مش فكره وحشه قوي الصراحه، بس معنى ان هي محتاجه تعمل hydration ان فيها ده بيجيب كذا مشكله في البرفورمانس، مشكله في الفيرست انبوت ديلي، مشكله في في الريسبونسفنس بتاعت الابلكيشن بتاعك، مشكله في انه ممكن يعمل سيرفر كلاينت مس ماتش، الاثنين رندروا حاجات غير بعض، فبالتالي مش هتشتغل اصلا. ف يعني 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 ده الثيوري بتاعتي هنا، ان ما كانوش عايزين حاجه مش محتاجه هايدريشن. بس انت عشان تخلي حاجه رندرت على السيرفر تشتغل في الكلاينت سايد، انت لازم تعمل هايدريشن، ما ينفعش تتجنبه، لان الهايدريشن شغلته هو انه يربط الستيت بالحتت بتاعتها. يعني دلوقتي يقول هنا احنا كنا بنرندر الستيت اللي اسمها كذا، الهايدريشن هو اللي بيقول لك الابلكيشن ده اللي بيحصل. لانه ايه اللي بيجي من السيرفر في حاله الهايدريشن؟ ان انا عندي حبه HTML وعندي JS المفروض ترندر ال HTML ده. طب انا ايش عرفني كل سطر بيماب لايه فين بالظبط، صح؟ ايش عرفني ازاي اوصل الاوتبوت ده من غير ما ارنه؟ لازم ارنه، بعد كده ابدا اقارن واقول دي بسبب دي ودي بسبب دي بسبب دي. خلاص تمام، انا كده ايه ككلاينت سايد جنت كنترول تاني على ازاي الحاجات دي هترن. عشان كده ما عندناش مشكله في الهاندلر. انا ينفع يبقى عندي كلاينت كومبوننت فيها هاندلرز زي كليك هاندلر او اي ماوس انتر هاندلر، وهيشتغلوا على الكلاينت سايد عادي حتى لو كومبوننت ريندر كسيرفر سايد كومبوننت. ليه؟ عشان يتعمل لها هايدريشن، وعشان الحاجات دي جت هوكت اب اجين بالستيب بتاعت الهايدريشن، فبقت خلاص بقت فانكشنال. لكن من غير هايدريشن ده اللي هيطلع لك انت دلوقتي. لو انا شلت هايدريشن من اللعبه، يبقى انا ازاي اخلي الكومبوننت دي شغاله في الابلكيشن من غير هايدريشن؟ يبقى لازم ارمي الستيت، ان انا محتاج هايدريشن عشان الستيت وعشان الليسنرز، فلازم اطير كل حاجه ديناميكيه هنا بحيث ان ما ابقاش محتاج الهايدريشن. فاعتقد انهي الحلقه هنا يعني. وملخص بتاعت الحلقه دي يمكن ان احنا عايزين حلول احسن في موضوع النتورك، ان احنا نعدي النتورك ما بين كلاينت سايد، نبريدج الجاب بتاعت النتورك والفجأة بتاعت النتورك وبتاعت كلاينت سايد. وفي عندنا كذا موديل ليها، ورياكت سيرفر كومبوننتس هو موديل انترستنج جدا جدا يعني، لان هو بيبت على الكومبوننت موديل، هو بيراهن ان الكومبوننت موديل يقدر يشيل الليله دي ويحل المشكله دي كمان، يقدر يوصل للليفل ده من حل المشكله يعني. الاختلافات يعني المشاكل اللي انا قلتها لكم دي حاجات ناتجه بس من الموديل ده. انا شايف ان احنا محتاجين حلول احسن، بس مش محتاجين حل بيطلع يعني بتسولف مشكله وتطلع 5 قصادها. اوكي حلينا ان احنا مش محتاجين هايدريشن، بس ما ينفعش تستعمل ستيت وليسنرز والكلام ده كله. ماشي حلينا مشكله الديبندنسيز ومش عارف ايه والكلام ده، بس لا انت لازم تضمن دلوقتي ان في فيرجننج وسكيو بروتكشن لازم يبقى شغال عندك بشكل افكتيف، وملهاش حل كويس. لان احنا هنا بنتكلم ان احنا عايزين نفيرجن سيرفر، مش نسيرفر، مش نفيرجن اند بوينت. ساعتها لازم البندلرز عشان تقلل السيفيريتي بتاعت الحاجه زي كده، انها تخليها اوكي مش هتفيرجن السيرفر، بس احنا هنفيرجن لك الاند بوينت دي الكومبوننت دي مع الريليز دي. دي مش تاسك سهله خالص. انت بتعمل ديبلويمنت كود كله كيونت واحده يعني،
ده هيحتاج مجهود كبير جدا من البانلرز انهم يحلوا المشكله دي. يمكن حلوها ما اعرفش، انا مش متابع الصراحه. ف يعني انا انترستد اعرف ارائكم ايه في النقطه دي. وبرضو في النهايه ان احنا ما نجريش ورا التكنولوجيز دي من غير ما نفهم احنا بنتريد ايه قصاد ايه يعني. لان التريدز اللي انا قلتها دي مش حلوه. يعني ممكن تكون سهله في ابلكيشن صغير انت عامله بتسلمه للعميل والحاجات دي يعني خلاص الموضوع سهل. لكن لو ساس ابلكيشن برودكت ابلكيشن فيري دايناميك، لا المشاكل دي هتبقى مصيبه. المشاكل دي هتبقى مصيبه كبيره جدا 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 يعني. ما لازم تلاقي لها حل احسن يعني. ف ده معناه ان الجود اولد موديل بتاع ان انا عندي كومبوننت عايزه تفيتش داتا من السيرفر، فبتعمل اتش تي تي بي كول بتجيلها الداتا. ده موديل لسه كويس مش وحش، موديل سهل جدا، سهل تفهمه، سهل تتعامل معاه، سهل تدبجه. صح، الديباجنج حاجه انا ما ذكرتهاش يعني. طب دلوقتي الداتا غلط جات لك او كومبوننت رندرت حاجه غلط، هتديبج فين؟ كلاينت سايد ولا سيرفر؟ صح، فانت دخلت نفسك في ليله مش حلوه. والديباجنج نود جي اس على السيرفر مش اظرف حاجه كواحد كان بيكتب باك اند نود جي اس يعني. فدي حاجه نسيت اذكرها سريعا يعني، كأن مخي بيحاول يبلوك التجربه دي يعني عشان ما كانتش حلوه خالص. ف يعني ممكن بقت احسن دلوقتي، الكلام ده من زمان. ف الباترن ده محتاج وقت عشان ينضج. انا شايف محتاج وقت عشان نشوف اخره فين، محتاج وقت عشان يفاليديت نفسه قصاد يعني الموديل السهل البسيط الستيبل بتاع انا هعمل عايز داتا هعمل ريكوست واجيب الداتا. ايه المشكله في دي يعني؟ وبس مش كل البليرنج اللاينز ما بين ان انا عندي فرونت اند وباك اند، اللاين ده معمول لسبب عشان كله يعمل كل حاجه صح في الناحيه بتاعته. لكن لو انا عبلره ده بيرجعنا تاني للمشاكل اللي كانت بتحصل يعني، بيخلي الاتنين يبليدوا على بعض، وانا مش شايف ان دي بالضروره احسن حاجه. بس كده تنتهي الحلقه، وان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه جديده. مع السلامه.